طلبة وطلبات الثانوية العامة أهلا بيكم في الفيديو التاني من مراجعة وحل الباب التاني. إن شاء الله احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات إن احنا هنقسم الباب ده لأجزاء: كثافة الفيض، وجزء القوة المغناطيسية وعزم الازدواج، وجزء أجهزة القياس. احنا لسه لغاية دلوقتي في كثافة الفيض وبناخد أنواع المسائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مسائل التعويض المباشر وأخدنا القوانين بتاعة أول جزء اللي هي كثافة الفيض في المار في سلك، والمار في ملف، والمار في ملف لولبي وملف دائري. الفيديو ده ان شاء الله هناخد نوع مسائل المجهولين اللي هي القانونين او اكتر، وانواع مسائل الرسم البياني. انا سايب المقارنات فيديو لوحدها لان هي عليها اسئله كتير قوي 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 في الباب ده، فعلشان كده هشتغل النهارده اسئله المجهولين قانونين او اكتر. يعني من الاخر مساله محتاجه منك اكتر من قانون، وعملنا فيديو في طريقة الحل للنوع ده من المسائل ممكن ترجع له، وكمان أسئلة الرسم البياني علشان هي برضو إيه ثابتة في الباب ده معانا، فالقوانين هنشوف تطبيق عليها، وبرضو شرحنا النوع ده إزاي تحله لوحده في فيديو منفصل. نبدأ على طول بالمسائل بتاعتنا وقهوتك الجميلة وتعالى معايا. بص يا صديقي، بيقول لك إيه في الشكل المقابل: سلك مستقيم طويل مقاومته يعني اتعلمنا خلاص بقى ان احنا اول ما بنلاقي الكلمه بالعربي بنكتب الرمز 2 من 10 اوم. هل محتاجه احول؟ لا مش محتاجه احول خالص. فرق الجهد بين طرفي في بتساوي 1 فولت، برضو مش محتاج تحويل. تكون كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة اكس. لو شفنا هنا كده بصينا في الرسمة نلاقي ان هو مديني دي، ولكن مديني بالسنتيمتر، فانا يلا بينا نكتب المعطيات اللي هو مديهاني. مديني الار بتساوي 2 من 10 اوم، مديني الفي بتساوي 1 فولت، ومديني الدي بتساوي 2 في 10 أس سالب 2 أو 2 من 100 متر. بعد كده هو بيقول لي هو عايز كثافة الفيض بي. طيب تعالى نكتب القانون بتاع البي بتساوي في سلك الميو في الاي على 2 باي دي. طيب هو مديني الاي، مش مديني الاي، مديني الدي، يبقى اذا الاي محتاج اجيبها بقانون تاني. طب انا عارف ان الاي بتساوي الفي على الار. هل هو مديني الفي؟ اه مديني الفي. هل مديني الار؟ اه مديني الار. يبقى اذا المساله دي هتتحل بقانونين على خطوتين. في الاول خالص هنجيب الاي، هنقول ان الاي بتساوي الفي على الار اللي هي 1 على علامه 2 من 10 بتساوي عندك 5 امبير. بعد كده هنعوض في القانون الاساسي بتاعنا في قانون البي، فهنقول ان البي بتساوي ميو يعني 4 باي في 10 أس سالب 7 في الاي اللي هي ب5 امبير طلعناها على 2 باي في الدي اللي هي عندنا ب 2 في 10 أس سالب 2 أو 2 من 100 متر. هتطلع لنا الإجابة ب 5 في 10 أس سالب 5 تسلا. وهنا هيبقى قدامي يا إما تختار الاتجاه لداخل الصفحة أو لخارج الصفحة، برضه هنعمله فيديو منفصل إن شاء الله يبقى باين فيه إيدي علشان نقدر إن إحنا نشوف الاتجاهات سوا. ولكن لو أنت عارف فأنت الإبهام بتاعك بتعمله لفوق مع اتجاه التيار، هيتبقى إن صوابعك عند النقطة إكس هتبقى داخلة الصفحة، فإذا هذا التيار أو اتجاه المجال هيبقى إلى الداخل، فهتبقى الإجابة رقم ألف، وهي دي الإجابة اللي صح. السؤال اللي بعده: بطارية قوتها الدافعة الكهربية، نكتب في باتري، بتساوي 8 فولت. هل محتاج احول؟ لا. مقاومتها الداخلية نكتب ار سمول 2 اوم. محتاج احول؟ لا. وصلت بسلك مستقيم طوله ال 20 سنتي، محتاج احول، احطها في دايره. ومساحه مقطعه، مساحه المقطع بايه؟ هل محتاج احول؟ لا. متر مربع، مش محتاج احول. المقاومه النوعيه لمادته رو اي بتساوي كذا. هل محتاج احول؟ مش محتاج احول. فان كثافه الفيض المغناطيسي هو عايز البي عند نقطه تقع على بعد عمودي، بعد عمودي يبقى دي بتساوي 10 سنتي. محتاج احول فبحطها في دايره. تساوي كام؟ تعالى كده نروح عاملين المسوده بتاعتنا ونكتب المعطيات اللي هو اداهاني. هي دي المسوده اهي. اول معطى هو مديهوني ان الفي بي بتساوي 8 فولت، ادي اول معطى. تاني معطى ار سمول بتساوي 2 اوم. اللي بعده طول السلك بتساوي 20 في 10 أس سالب 2 أو علامة 2 من 10 متر. بعد كده مساحة المقطع A بتساوي 3 في 10 أس سالب 8 متر مربع، 3 في 10 أس سالب 8 متر مربع. بعد كده بيقول لي المقاومة النوعية 4.5 في 10 أس سالب 6 أهو رو E بتساوي بتساوي عندنا 4.5 في 10 أس سالب 6، نكتبها أهو ساوي اوم متر. طبعا انت عندك المسافة هتبقى اكبر شوية من عندي، بس ايه ادينا بنتعامل سوا. الدي بتساوي 10 سنتي او ما يعرف بيه 1 من 100 متر، 1 من 10 متر، او 10 سنتي في 10 أس سالب 2. فهو عايز البي بتساوي كام؟ طيب انا مبدئيا لما بشوف عندي كل المعطيات دي وهو مش مديني انا امشي على انهي معطى، انا بحب امشي من المطلوب ايه. المطلوب البي بتساوي، احنا عارفين القانون بتاع البي الميو في الاي على ال2 باي دي.
طيب هل هو مديني المعطيات دي؟ الميو انا حافظها، الباي ثابته طبعا. هل هو مديني الدي؟ ونشوف كده. مديني الدي اهي تحت، فاذا الدي موجوده لكن الاي مش موجود. فتعالى نكتب قانون تاني نجيب منه الاي اهو، نروح عاملين سهم كده من الاي على القانون ده. الاي بتساوي الفي على ار زي ما احنا متفقين، صح كده؟ تمام. تعالى نشوف عندنا الكلام ده ولا لا. عندنا هنا هيبقى قال لك في مقاومه داخليه، هتبقى مش بس ار، يعني ار دي هتبقى ار الكليه، بس احنا عشان بس ايه نبقى عارفين، يبقى ار زائد ار سمول اللي هي مقاومه الداخليه للبطاريه. طيب تعال نشوف ايه اللي موجود عندنا. عندي الفي بي او الفي وعندي الار سمول، ما عنديش الار الكبيره. طيب يبقى نجيب الار الكبيره بقانون تاني. احنا عارفين ان الار بتساوي الرو اي في ال على الاي. تعال نشوف موجود الرو اي. الرو اي بتاعه الموسط موجود او بتاعه السلك موجوده، ال الطول موجود، الاي موجوده. يبقى اذا انا هقدر اجيب الار واعوض بيها في القانون اللي فوق، فهقدر اجيب الاي اعوض بيها في القانون ده، فاقدر اجيب في الاخر كثافه الفيض. الموضوع هيبقى بسيط جدا جدا جدا. طب تعالى نعوض. هنقول ان الار بتساوي اهو، نعمل شرطة كسر كبيرة. الرو اي 4.5 في 10 أس سالب 6 في ال اللي احنا محولينها بالمتر 2/10 على ال A 3 في 10 أس سالب 8، هتساوي في الآخر هنلاقي نفسنا إن المقاومة بتاعتنا بتساوي 30 أوم. تمام. هنعوض فوق هنا ال V ب8 و R سمول ب2. تعالى نكتبها. ال V على ال R كابيتال زائد R سمول ده اللي هيساويه التيار، هيساوي عندنا ال V قلنا ب8 فولت على 30 زائد 2، هيطلع ال I بربع أمبير. بس هنعوض في القانون بتاعنا الأساسي كده. احنا عندنا الاي وعندنا الدي وعندنا الباي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي. ما ننساش ان الدي ب1/10. لما هنعوضها على الآلة الحاسبة هتطلع معانا ب5 في 10 أس سالب 7، وهي الإجابة ب، وهي دي الإجابة اللي صح. السؤال اللي بعده حلو السؤال ده، تعال نحله. إذا مر تيار كهربي، تعال نجيب القلم بتاعنا علشان نكتب الرموز. في سلك طوله طول السلك اللي بتساوي، معلم دايرة علشان محتاجة تحويل، منحني على شكل قوس من دائرة. يبقى احنا دخلنا في ملف دائري. نصف قطرها هنكتب ار ونعلم على السنتي عشان محتاجة تتحول. كانت كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز هذه الدائرة كذا، كثافة الفيض اللي هي بي. هو بيقول لك عايز شدة التيار المار بتساوي كام. طيب نكتب بعد كده المعطيات بتاعتنا في المسود. ادي المسودة بتاعتنا اهو. هنكتب عندنا ان ال بتساوي 26 علامة 4 في 10 أس سالب 2 متر. بعد ال عندنا نص القطر. الار بتساوي 5.6، فهنكتب ار بتساوي 5 علامة 6 في 10 أس سالب 2 متر برضو. بعد كده هو مديني ايه؟ مديني كثافة الفيض 8 علامة 2 5 في 10 أس سالب 6 اهو. تعالى نكتبها. بي بتساوي 8 علامة 2 5 في 10 أس سالب 6 تسلا. بعد كده هو بيقول لي أنا عايز الآي بتساوي كام. طيب واحدة واحدة. تعالى نكتب القانون بتاع كثافة الفيض في ملف دائري. بي دائري هتساوي ايه البي دائري؟ قول معايا ميو في ان في الاي على 2 من الار. تعال نشوف المعطيات اللي عندنا. الميو طبعا عندي، الان ما عنديش، الان على ما الاقي دايره. الاي هو اصلا عايزها ما عنديش. ار سمول عندي، البي عندي. يبقى اذا فاضل لي الان والاي. الاي دي هي المجهود الكبير، فانا هدور على حاجه تطلع لي الان. الان هتساوي لو احنا فاكرين كان طول السلك على محيط اللفه الواحده اللي هو 2 باي ار. عندي طول السلك عندي ار عندي. يبقى اذا هقدر اجيب عدد اللفات ان هتطلع معايا علامة 5 لفة تقريبا. بعد كده هنحول القانون اللي فوق ده بحيث ان احنا نخلي الاي في طرف لوحدها زي ما بنعمل او متعودين نعمل قبل ما نعوض في القانون الكبير. فانا لو حطيت الاي في طرف لوحديها، هنضرب هنا طرفين في وسطين، هيطلع لنا البي في الاتنين ار على الميو في الان في الاي. سوري، على الميو في الان بس، لان احنا الاي هي اللي طلعناها. بس كده اهو. تعالى نراجع كده الحاجات اللي عندنا. عندي البي موجودة اهي، عندي الار تمام، وعندي الان اهي، والميو ثابتة انا حافظها. يبقى اذا هعوض تعويض مباشر وهيطلع لي شدة التيار الإجابة رقم ب. بس كده. اللي بعده، تعالى نشوف المسألة دي وركز معايا فيها علشان المسألة دي برضو بروحين ومحتاجة طول
وطولة بال كده سلك من النحاس طوله هنقول ال بتساوي كذا، وبالمتر مش محتاج اعوض او مش محتاج احول. مساحة مقطعه ايه بتساوي كذا. لف على شكل ملف دائري نصف قطره، نحط هنا ار ونعلم دايرة على السنتي اللي هي هتبقى بمتر. وصلت نهايته بمصدر تيار مستمر قوته الدافعة الكهربية اللي هي الفي بي بتساوي 12 فولت، مش محتاج احول. مقاومته الداخلية ار سمول بتساوي 1 اوم، برضو مش محتاج احول. لو علمت ان المقاومة النوعية للنحاس اللي هي الرو اي بتساوي كذا، مش محتاج برضو احول. عايز كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الملف بتساوي كام. علما بان باي هنا هنعوض عنها ب 3.14%. لما تجيلي مسألة بالطول ده، اول حاجة زي ما بقول لك كده هنعملها ان احنا لازم نعمل المسودة بتاعتنا كويس قوي 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 اهو. واحدة واحدة كده يا باشا. شربت بقها ولا ما شربتش؟ اشرب، اشرب وعيش. وتعالى معايا نكتب المسألة دي. انا هنقول لك المعطيات هنا على طول عشان بس ما نضيعش وقتنا وما نقعدش نطلع وننزل وتدوخ معايا. ال كان مديهاني 50 علامة 2.4 متر، ده طول السلك. بعد كده اداني مساحة مقطع السلك 1 علامة 7.9 في 10 أس سالب 7 متر مربع. بعد كده يا زعيم راح حكالك وقال لك إن نص قطر اللفة الواحدة أو لفة على شكل ملف نص قطر لفته 5.6 في 10 أس سالب 2 متر. احنا هنا حولناها، دي كانت بالسنتي وحولناها بالمتر، ضربنا في 10 أس سالب 2. بعد كده قال لك وصلت بمصدر تيار مستمر قوته الدافعة الكهربية الفي بي بتاعته 12 فولت، والمصدر ده لمقاومة داخلية الار دي بتساوي 1 اوم. وقال لك ان المقاومة النوعية للنحاس اللي هي الرو اي بتساوي 1 علامة 7.9 في 10 أس سالب 8 اوم متر. احسب كثافة الفيض، علما بان باي هنا عوض عنها ب 3.14%. طيب لما انا يجيلي سؤال زي كده اشوف المعطيات ايه. طالما المعطيات كتيره قوي وبتدوخني، يبقى هو محتاج مني احل باكتر من قانون. يبقى انا في الاول عشان ما ادوخش اروح جايب البي اللي هو المطلوب مني واروح كاتب القانون بتاعها كده بخط كبير. تعالى كده نشوف لفه القوانين هنا سوا. بي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 باي ار. ده بي هنا ملف. طيب الميو عندي عارفها، الان ما عنديش اعلم عليها دايره، الاي ما عنديش اعلم عليها دايره، الار سمول عندي. نخش بعد كده تاني. يبقى انا مش هينفع اقعد على طول، يبقى دي مسألة محتاجة مني اكتر من قانون. طيب انا عارف ان الان في الدائري ملهاش غير قانون واحد بالنسبة لي اقدر اجيبها منه، وهو ان بتساوي طول السلك على محيط اللف اللي هي 2 باي ار ملف. طيب تعالى نشوف ايه اللي سلك موجودة ايه اللي سلك موجودة. ار ملف موجودة ار ملف موجودة، يبقى انا الان اقدر اجيبها. طب الاي، تعالى نلف ورا الاي شوية. الاي انا عارف القانون بتاعها بيساوي الفي على ار الكليه او الفي بي على، هنا في الحاله دي ار الكليه تبقى ار كابيتال زائد ار سمول اللي هي بتاعت المقاومه الداخليه. طيب انا عندي ار سمول وعندي الفي بي، صح كده؟ ادي الار سمول اهي بتاعت المقاومه الداخليه للبطاريه، وادي الفي بي. ما عنديش ار. طب بسيطه، احنا عارفين من قانون الار بتساوي الرو اي في ال على الاي، ده من الباب الاول. تعال نشوف موجوده الرو اي اهو اهي، موجود ال موجود، موجوده الايه موجود. هقدر اجيب الار ادخلها في القانون ده، اقدر اجيب الاي ادخلها بعد كده في القانون ده بعد ما جبت الان، واقدر في الاخر اعوض واجيب البي ملف. شايف احنا استخدمنا كام قانون؟ عد معايا كده، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. مسألة عظيمة 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 وعبقرية، ومحتاجة منك انك تفند المعطيات والمطلوب بالشكل ده. لو انت ما عملتش الشكل ده، المسودة العظيمة دي، لو انت ما كتبتهاش، ما بدأتش من المطلوب منك اللي هو البي ورحت كاتب قانونه، وبعد كده دورت ورا كل حاجة مجهولة في القانون ده، الان دورت لها على قانون وطلع معاك شغال، الاي دورت لها على قانون طلع ناقص، فالقانون ده رحت مدور له كمان على قانون عشان تكمله بيه لغاية لما وصلت لآخر المسألة. ده نوع مسائل يجي في الامتحان يلم لك كذا باب بكذا فكرة بكذا شكل. طبعا انا مش هضيع وقتك وهقعد بقى ادور واعوض انت هتلاقي الاجابة معاك في الاخر رقم جيم. بعد ما عوضت وبعد ما ظبطت كل حاجة هتلاقي في الاخر اجابة سؤال 16 هي رقم جيم. مسألة 17، وركز بقى يا صديقي معايا كويس قوي 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 في المسألة دي. بص يا زعيم، انت هتلاقيها زي المسألة اللي فاتت كده في كام حاجة، بس ايه شتان الفرق. تعال نشوف. بص يا باشا، اول حاجه بيقول لك ملف دائري تمام نصف قطره ار بيساوي 10 سم، نعلم على سنتي عشان هتتحول، ومصنوع من سلك مساحه مقطعه، مساحه المقطع اللي هي ايه
بتساوي الرقم ده 4/10 في 10 أس -4 متر. مقاومة النوعية لمادته اللي هي الرو إي بتساوي 10 أس -6 أوم متر. فإذا وصل الملف بمصدر جهد قوته الدافعة في بي هو متهلك بمجهول. مقاومته الداخلية مهملة، يعني الار سمول بتساوي صفر، يعني مش هنكتبها معانا أصلا. فكانت قيمة كثافة الفيض اللي هي بي تسلا عند مركزه بتساوي 1/100 تسلا. فإن قوة الدفاع الكهربية هو عايز الفي بي للمصدر بتساوي كام. واحدة واحدة كده تعالى نكتب المعطيات بتاعتنا وركز في المسألة تبان صعبة ولكن احنا هنحلها بإيه؟ بأبسط حل ممكن. بص يا زعيم، أول حاجة المعطيات اللي هو مديهاني بيقول لي كده إن نص القطر بيساوي 10 سنتي اللي هي 1/10 متر. مساحة المقطع بتساوي 4/10 في 10 أس -4 متر مربع. الرو إي اللي هي المقاومة النوعية لمادة السلك 10 أس -6 أوم متر. بيقول لك إن كثافة الفيض عند مركزه كانت ب1/100 تسلا. بيقول لك إن الفي بي أو قوة الدفاع الكهربية هو محتاجها. وكمان بيقول لك إن المقاومة الداخلية بتاعة الملف مهملة أو بتاعة السلك مهملة. زي ما قلنا احنا متعودين إن احنا ناخد من آخر حاجة هو طالبها ونكتب القانون بتاعها. فهنكتب القانون بتاع ال في بي بتساوي ال I في ال R. طب R دي اللي هي إيه؟ اللي هي مقاومة الملف، صح كده؟ تمام جدا. تعالى بقى نشوف كل واحدة من دول. هل أنا عندي الأي في المعطيات بتاعتي؟ ما عنديش الأي، أحطها في دايرة. عندي الآر، ما عنديش الآر، أحطها في دايرة. تعالى نبدأ ونكتب القانون بتاع الآر. الآر يا باشا أول مقاومة زي ما احنا متعودين من الباب الأول بتساوي الرو إي في ال على الإيه. نشوف في المعطيات بتاعتنا موجودة الرو إي؟ موجودة الحمد لله. ال موجودة؟ مش موجودة، نعلم عليها في دايرة. هل مساحة المقطع موجودة؟ اه موجودة. طب هل انا في مرة في الباب الاول او حتى في بداية الباب التاني كان عندي قوانين تاني للإل؟ لا، ما كانش في حاجة كده صارخة تقول لي الإل بيساوي كذا. طب سيبها كده، احنا عندنا الإل مجهولة. تعال نشوف الآي هنوصل بيها لغاية فين. الآي بتساوي ايه؟ احنا عندنا قانون واديني هو مساحة المقطع، سوري مديني كثافة الفيض عند مركز ملف دائري. فمن كثافة الفيض القانون بتاع الدائري يو في ان في اي على 2 في الار سمول. طيب تعال نشوف، انا محتاج الاي، فتعال نحول من بدر القانون للصورة اللي فيها الاي. الاي هتساوي البي في الاتنين ار على الميو في الان. صح كده؟ صح جدا. طيب تعالى نشوف اول حاجة، هل عندي البي؟ عندي البي. عندي الار؟ عندي الار. عندي الميو؟ عندي الميو. الان ما عنديش. طيب احنا عارفين ان الان بتاعت الملف الدائري كنا بنجيبها من العلاقة ال اللي هو طول السلك على 2 باي ار. ار اللي هي نص قطر لفة الملف. طيب هل انا عندي الار؟ اه عندي الار. طب عندي ال؟ لا. المسألة كلها انا ما عنديش ال ولا في المعطى ده عشان اجيب الار ولا في المعطى ده علشان اجيب الاي. اعمل ايه؟ استخدم ال نفسها كمجهولة، بمعنى ان انا مش هعوض عنها في اي حال من الاحوال وهتيجي قدام وهتتشطب لما اجمع في الاخر. فتعالى نجيب في الاول الان، عدد اللفات. الان هتساوي الباي، هسيبها زي ما هي علشان كده كده هتتشطب مع الميو. فهيبقى ال على 2 في الار. الار دي عندي هتبقى اللي هي 1/10، فيبقى كأني بقول ان الان بتساوي ال على 2/10 باي. تعالى نعوض في القانون اللي احنا جبناه هنا اللي هو البي في 2 ار على الميو في الان. فهنقول الاي بتساوي البي اللي هي 1/100 تسلا في 2، والار اللي هي ب1/10 على الميو اللي هي 4 باي في 10 أس -7 في الإن. الإن عندي اللي هي كانت ال على 2/10 باي. 2/10 باي هنحولهم هنخليهم فوق. الباي هتتشطب مع باي، ولما هتحسب الباقي هتلاقي نفسك واقف على إن الأي بتساوي 1000 على ال أمبير. تمام التمام. تعال نشوف الار ونعوض في قانون الرو اي فوق. الار هتساوي الرو اي في الرو اي بكام؟ الرو اي عندي هو مديهاني ب10 أس -6 في ال على 4/10 في 10 أس -4 اللي هي مساحة المقطع اللي مديهاني. هيساوي في الآخر ال على 40 أوم. ادي المقاومة بتاعتي جبتها
بدلالة ال، وادي كمان الاي بتاعتي جبتها برضو بدلالة ال. لما هاجي اعوض في القانون بتاعي اللي هو الفي بي بتساوي الاي في الار، هلاقي عندي ان الاي بتساوي 1000 على ال في الار، عندي كانت بتساوي ال على 40. لو انت ملاحظ ال هتتشطب مع ال، هيتبقى لك ان الفي بي بتساوي 1000 على 40 اللي هي ب25 فولت، وهلاقيها الإجابة رقم د، وهي دي الإجابة الصح. يبقى ايه اللي انا عملته في المسألة دي؟ ببساطة شديدة جدا انا استخدمت مجهول هو مديهوني، وبيقول لي انا مش هقول لك ايه هي قيمته لان كده كده في الاخر هيتشطب مع بعضه اللي هو ال. شفت بقى اللفة بتاعت المسألة؟ تبان هي نفس المسألة اللي فوق بالظبط، بس المرة دي كان عايزك تتلخبط سنة في انك تقعد تدور على ال وتضيع وقتك وفي الاخر هتتشطب مع بعضها. ده نوع من انواع المسائل اللي احنا بنسميه في الرياضة نفسها بدلالة مجهول. والنوع ده ببساطة شديدة جدا هو الغرض منه ان هو يتوهك ويخليك مش عارف تروح فين وتيجي منين، بس في الاخر ما تقلقش، المسألة بسيطة. المسألة هتيجي كده ايه، بالصبر، بانك ما تستعجلش، بانك ما تتوترش. مش مشكلة عندي ال كمجهول، خليها زي ما هي مجهول وامشي خطواتك عادي، هتلاقي في الاخر بتتشطب مع بعضها وشكرا المسألة اتحلت. طيب مسألة تاني على دالة مجهولين. ملف لولبي عدد لفاته ان، هنروح عاملين ان طوله ال بتساوي 50 سنتي. احنا خلي بالك في الملف اللولبي، تمام، 50 سنتي هنحول السنتي لمتر. مقاومة اللفة الواحدة نكتب كده هنا ار، بس نكتب ار لفة بتساوي 1/100 اوم. وصل بمصدر جهد 2 فولت، الفي بي ب 2 فولت، مقاومته الداخلية مهملة يعني الار سمول بتساوي صفر. اوجد كثافة الفيض عند المركز. طيب تعالى نعمل المسودة بتاعتنا اهو كده، ونقدر بعد كده نكتب في المسودة ال ان هو مديني عدد اللفات بيساوي ان هو عايزها مجهول، وركز في كلمة مجهول، فاكر المسألة اللي فاتت بدلالة مجهول، بس خلينا ايه نكمل. ال بتساوي 50 سنتي يعني 50 في 10 أس سالب 2 متر. الار بعد كده قال لك ار للفة الواحدة بيساوي 1/100 اوم. بعد كده بيقول لك ان المصدر الجهد بتاعه الفي بي بتساوي 2 فولت، والار سمول مهملة او الار سمول بتساوي 0 اوم. واخيرا هو عايز البي لولبي او البي عند محور الملف اللولبي بتساوي كام تسلا. زي ما متعودين دايما احنا بنمسك اخر مطلوب اللي هو قال لي عليه اللي هي البي لولبي، ونكتب القانون بتاعها. البي لولبي لو فاكر كانت بتساوي الميو في الان في الاي على ال اللي هو طول محور الملف اللولبي. تعال نشوف المعطيات اللي عندنا واللي ما عندناش. الميو عندي، الان هو مديهاني بان، الاي ما عنديش، علم عليها في دايره، ال اللي هو طول المحور عندي. يبقى اذا المساله كلها هتتحل لما انا اجيب الاي. طيب ايه القانون بتاع الاي اللي انا عارفه؟ الاي بتساوي الفي بي على ار. ار هنا ايه المقاومه اللي عندي في الدايره كلها؟ ار ملف. طيب هل هو مديني دول؟ مديني الفي بي، مديهاني. مديني الار؟ مديهاني. لا مش مديهاني، هو مديني ار للفه الواحده. يعني بيقول لك اللفه الواحده المقاومه بتاعتها 1/100. طب الملف كله ار ملف هتساوي كام؟ ار لفه في عدد اللفات، صح كده؟ طب هو مدينا عدد اللفات بكام؟ بان. فتعالى نعوض في القانون اللي فوق ده عشان نشوف الاي هتساوي كام. اهو هنروح قايلين عندك ان الاي بتساوي الفي بي اللي هي عندي بي 2 فولت على اللفة الواحدة اللي هي ب1/100 اوم في ان اللي هو عدد اللفات. يعني الاي في الاخر هتساوي 200 على ان امبير. طيب جبت الاي اهو يا زعيم، وعندنا فوق باقي المعطيات موجودة، الميو والان والاي والال. تعالى نعوض ونشوف. انت عندك برضو الان مجهولة، بس انا عندي خلاص عرفت ان بدلالة مجهول ممكن كل حاجة تتحل. الميو 4 باي في 10 أس سالب 7 في الان مجهولة في الاي. الاي 200 على ان زي ما متعودين، 200 فوق والان تحت علشان ده كسر، على ال عبارة عن 50 في 10 أس سالب 2 متر. هنشطب الان مع الان وهنحسب الحسبة بتاعتنا وهنضرب وهنطرح وهنجمع وهنقسم. هتطلع علينا في الآخر ب5 علامة 0.3 في 10 أس سالب 4 تسلا، ودي الإجابة رقم د. تعالى كده نشوف أهو، 5 علامة 0.3 في 10 أس سالب 4 تسلا، وآدي أول سؤال اتجاوب صح. القيمة التي تصبح عليها كثافة الفيض المغناطيسي لو تم قص نصف عدد لفاته ثم وصل النصف والآخر بنفس المصدر. بص بقى يا زعيم، دي جاية في مسائل المقارنات، هتبقى الفيديو اللي جاي على طول، ولكن تعال نحلها. أولا هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنا والله بص، أنا جيت رحت قصيت الملف ده، قلت إن N2 بتساوي نص N1.
طيب انا ايه اللي كان عندي بيتأثر بالان؟ اولا الاي، زي ما انت شايف الاي كانت عدد لفات الملف داخله في المقاومه وداخله في القانون بتاعها، فكده الاي هتقل للنص برضو، الاي 2 هتقل للنص، صح كده؟ صح. طب ايه كمان هيقل للنص؟ مش ده ملف لولبي ليه طول؟ فطول المحور هنا لما انا قصيت عدد اللفات فيبقى طول المحور ماله؟ قال هو كمان للنص. يبقى اذا انا عندي ثلاثه اتغيروا، الان 2، الاي، والال. طيب تعالى نشوف القانون الاخير كده. القانون الاخير انا كتبت عندي الميو، الميو هتتغير مش هتتغير. كتبت عندي الان عدد اللفات، هل هيتغير؟ اه هيتغير. كتبت عندي الاي، هل هيتغير؟ اه هيتغير. كتبت عندي بعد كده ال، هل هتتغير؟ اه هتتغير. طيب واحده واحده بقى كده. هي مش الاي احنا فكيناها ب 200 على ان، صح كده؟ يبقى اوريدي التغيير اللي في الاي انا اوريدي حاطه في الانات، فانا مش هغير بالاي. معلش ماشي معايا الدنيا دلوقتي ونشوف. يبقى احنا اذا هنا عندنا التغيير الان هتتشطب مع الان، يبقى الان اصلا التغيير اللي حصل فيها في القانون ده مش هحس بيه. ليه؟ لان اوريدي عدد اللفات فوق اتشطب مع عدد اللفات تحت، فانا ما عوضتش بقيمه عدد اللفات. يبقى اذا عدد اللفات حتى لو اتغيرت في القانون بتاعي المره دي في المساله دي مش هحس بالتغير اللي حصل لها. يبقى اذا الوحيده اللي هتتغير وهتاثر لي على المساله فعلا هي ايه؟ طول المحور. طب المحور عندي من تحت في المقام لو قل طول المحور، يعني البي بتتناسب عكسيا مع ال، طول المحور هنا قل للنص، يبقى اذا البي او كثافه الفيض هتزيد في الضعف. يبقى هتضرب الرقم ده يا باشا اللي يطلع لك، هتضربه في 2 على الآلة الحاسبة، هيطلع لك في الآخر خالص بكام؟ ب1.01 في 10 أس سالب 3 تسلا. يبقى كل اللي انا عملته ان انا رحت ضارب التسلا اللي طلعت لي او كثافه الفيض اللي طلعت لي عند المركز، ضربتها في 2 وشكرا، وهي الاجابه رقم الف. انا عارف ان دي شرح سريع شويه للمقارنات او اذا تم قص ملف او ايا كان، ولكن لسه ان شاء الله هتيجي قدام وهنحلها باستفاضه شديده جدا. المساله اللي بعد كده، المساله اللي بعد دي مساله عظيمه جدا وسهله جدا، تعال نحلها سوا. نكتب برضو المعطيات بتاعتنا اهو. ملف لولبي طوله 20 سنتي ال، ونحط على السنتي ده دايرة. عدد لفاته لان بتساوي 100 لف، ومقاومته ار بتساوي 6 اوم. مدمج في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل. ايه المعطيات اللي على الدائرة؟ الفي بي بتساوي 60 فولت، وار سمول بتساوي 2 اوم. وهنا الملف ده مفتوح يعني مش هيمر فيه تيار دلوقتي، يبقى اذا هو بس مقاومة الملف اللولبي. هو عايز كثافة الفيض عند نقطة عند منتصف طوله. تعال نعمل المسودة بتاعتنا ونكتب المعطيات بتاعتنا. بص، المسائل من التكرار بتاعها بتلاحظ ان الحل وطريقة الحل واسلوب الحل هو واحد، ولكن باختلاف كل مسألة فكرة معينة. طيب طول المحور بتاع الملف كان مديهوني 20 سنتي، فهقول 20 في 10 أس سالب 2 عشان نحول على طول لمتر. ال N عدد اللفات بيساوي 100 لفة. R مقاومة الملف بتساوي 6 أوم. بعد كده مدينا على الرسمة ان ال VB بتساوي 60 فولت، وار سمول اللي هي المقاومة الداخلية للبطارية بتساوي 2 اوم. هو عايز بي قبل ما افتح الملف. طيب نكتب زي ما متعودين، اول لما تجيلنا مسألة زي كده نكتب القانون الاساسي. البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في ال على 2 على ال، علشان ده ملف لولبي. نركز اهو. حلو قوي الكلام ده. انا عندي الميو، عندي الميو، عندي الان، عندي الان. الاي ما عنديش، احطها في دايره. ال عندي. طيب الاي هنا هتساوي ايه على ايه؟ هتساوي الفي بي على ار الملف زائد ار سمول. فتعالى نكتب القانون بتاع الاي. اي هتساوي في باتري على ار كابيتال او ار ملف زائد ار سمول، هي هتساوي 60 على ار كابيتال كانت ب6 وار سمول او الداخليه كانت ب2، يعني هتلاقي في الاخر الاي عندك ب7.5 امبير. هنعوض بعد كده يا باشا تعويض مباشر، مفيهاش أي مشكلة خالص. فهنقول إن البي بتساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 في 100 اللي هو عدد اللفات، في 7.5 أمبير، على 20 في 10 أس سالب 2 اللي هو طول المحور. فهتلاقي عندك إن البي في الآخر هتساوي 4.71 في 10 أس سالب 3 تسلا، وهي الإجابة رقم ب. أهو ده اول حاله. ايه الحاله التانية؟ بيقول لك غلق المفتاح كي. طيب انا دلوقتي لو انا غلقت المفتاح كده ايه اللي هيحصل؟ المقاومه الار دي اللي هي 3 اوم هتبقى متصل على التوازي مع الملف اللي هو 6 اوم، يبقى انا محتاج اجيب لهم ار داش. ففي الحاله التانية هيبقى عندك ار داش
بتساوي 6 في 3/6 زائد 3، هتلاقيها طالعة معاك ب2 أوم. يبقى إذا الأي 2 هتساوي، خلي بالك دي مش أي 2، أنت هتقع في نفس الغلطة اللي أنا كنت هقع فيها دي. أي كلية أو أي توتال هتساوي 60 فولت على 2 اللي هي المقاومة الكلية زائد 2 المقاومة الداخلية، هيساوي عندك 15 أمبير. بس 15 أمبير ده أنهي تيار؟ ده التيار اللي داخل للملف ولا التيار الكلي؟ التيار الكلي 15 أمبير. طيب لما هيتوزع دي 3 أوم ودي 6 أوم، لو أنت فاكر كان دي لازم يبقى التيار بتاعها ضعف دي. طيب احنا عندنا 15، يبقى دي هيخش فيها 10 أمبير ودي هيخش فيها 5 أمبير. طيب يبقى تيار الملف الجديد هيساوي 5 أمبير. فأنت لما على الآلة الحاسبة تروح شايل ال7.5 دي وتروح حاطط مكانها 5، هيطلع لك ب2 بعد غلق الملف هتساوي 3/4 في 10 أس سالب 3 تسلا، وهتلاقيها عندك فوق الإجابة ألف. بس كده. يبقى هو إيه اللي عمله لك هنا؟ هو ببساطة شبك قوانين وشبك معاك باب أول في باب تاني. سهلة، سهلة جدا. نيجي بقى على المسألة اللي بعد كده. المسألة دي هتعتمد على حاجة مهمة جدا 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 اسمها تكون اللفات متماسكة. اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات وقلنا القانون بتاعها الأساسي، بس هنقوله تاني النهاردة. سلك معزول قطره، خلي بالك من كلمة قطره، معناها 2R بتساوي 2/10 سنتي، هنعلم على السنتي عشان هنحولها. لف حول ساق حديد معامل النفاذية، يبقى الميو بتاعة الحديد بيساوي 2 في 10 أس سالب 3 ويبر على أمبير في متر. حيث تكون اللفات متماسة عندي كنا بنستفيد بيها في قانون معين هتلاقيه دلوقتي هو اللي بيحل المسألة. لو مر بيها تيار شدته اللي هو الأي 1 أمبير، كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة وعند منتصف طوله تقع على محوره تساوي كام؟ هنعمل المسودة بتاعتنا وهنكتب المعطيات بتاعتنا. بص أنا هزهقك في الخطوات لأن الخطوات دي هي اللي هتنقذك في آخر السنة. طول ما أنت مرتب وعارف راسك من رجليك هتلاقي الخطوات دي معاك أسهل ما يمكن، وهتلاقي نفسك بتحل كويس قوي. طيب هنا هنقول ان الاتنين ار او اللي هو القطر بيساوي 2/10 في 10 أس سالب 2 متر. ثم الميو النفاذية المغناطيسية بتاعة الحديد 2/10 أس سالب 3 ويبر على أمبير في متر. بعد كده الآي عندك بتساوي 1 أمبير. هو عايز البي بتساوي كام؟ طيب نكتب القانون بتاعنا يا باشا ونشوف القانون هيتحول لإيه دلوقتي. البي بتساوي الميو في الإن في الآي على 2، لا ركز بقى احنا قلنا في اللولبي، على ال على طول. طيب ال هنا احنا عايزين بس ايه نكتب عليها كده هنا المحور عشان تفرق معايا شوية. تعالى بقى نشوف الكلام على ايه. اولا انت عندك الميو، عندي الميو، عندك الاي، عندي الاي. طب الان ما عنديش، وال المحور انا ما عنديش. بس في لما تكون اللفات متماسة الكلمة دي قلنا في قانون جديد بيديني عدد اللفات. الان بتساوي المحور طول المحور على 2R سلك، نص قطر السلك. وده قانون الان او عدد اللفات فقط في لما تكون اللفات متماسة. ده قانون موجود عندنا. طيب احنا عندنا دلوقتي الان اهو مكانها هنعوض بيه ال محور على 2 في الار. فتعالى نعوض في القانون بتاعنا مكان الان. البي هتساوي الميو هي الان هنعوضها خلاص بال محور على 2R في الاي، هنا كان من تحت على المحور. الله، يبقى انا كده عندي ال محور اهي فوق والال محور تحت اشطبهم مع بعض. يبقى اذا القانون بتاعي هنعوض بيه بالميو، هنعوض بيه بالاي، هنعوض بيه بالاتنين ار اللي هم مديهم لي هنا اهي 2 ار الميو الاي. هيبقى الموضوع تعويض مباشر، والبي عندك هتطلع في الاخر ب1 تسلا لما تعوض عن دول بالاله الحاسبه. يبقى الاجابه رقم ب. المسألة سهلة، هي معتمدة بس على كلمة عندما تكون اللفات متماسة، معتمدة على الموضوع ده. وبرضو احنا عوضنا بدلالة مجهول اللي هو المحور. مش لازم يديني في المسألة كل المعطيات علشان أقدر أحل المسألة، ممكن أستخدم معطى فيهم يكون بدلالة مجهول. السؤال اللي بعده، سلك طوله 20 سنتي و20 سنتي نعلم على السنتي عشان تتحول، أعيد تشكيله على هيئة قوس. قوس يبقى احنا بنتكلم على ملف دائري. تمام. نص قطره ار بتساوي 10 سنتي نعلم على السنتي. يمر بيه تيار شدته 2 امبير، اي بتساوي 2 امبير، فان بي كثافة الفيض عند مركز القوس بتساوي كام؟ هنعمل المسودة بتاعتنا ونكتب المعطيات اهو. الموضوع يزهق انا عارف، ولكن ده اللي في ايدك تعمله. ال هتساوي 20 سنتي يعني 20 في 10 أس سالب 2 متر. الار بعد كده نص قطر اللفة بيقول لك 10 في 10 أس سالب 2 عشان برضو نحولها بالمتر. بعد كده مديلك الاي بتساوي 2 امبير،
فهو عايز البي ملف دائري. قانون البي ملف دائري لو انت فاكر كان بي دائري، يعني من تحت 2 ار هيبقى الميو في الان في الاي على 2 ار. تعال نشوف ايه اللي عندنا وايه اللي ما عندناش. الميو الان ما عندناش، نحطها في دايره. الاي عندنا، الار عندنا، يبقى اذا اتبقى لي الان علشان اجيبها في الملف الدائري كنت بقول ان الان بتساوي ال اللي هي طول السلك على 2 باي ار اللي هي اللفة. طيب هل عندي طول السلك؟ عندي طول السلك. عندي الار؟ عندي الار. يبقى اذا اعوض واجيب عدد اللفات. عدد اللفات هنا هتساوي علامة 3 2 بعد ما اعوض، عشان بس ايه الفيديو علامة 3 2، عشان بس الفيديو ما يطولش معانا، لان هتساوي علامة 3 2 لفة. هعوض بعد كده عن ال N في الفوق، بما ان عندي خلاص ال N وال I وال R والميو، فهلاقي عندي في الاخر ان البي بتساوي 4 في 10 أس سالب 6 تسلا، وهي الإجابة رقم د، وهي دي الإجابة الصح. اعتمد برضه على القانون اللي بجيب منه عدد اللفات في الملف الدائري، لأن بتساوي ال على 2 باي ار. تمام. 169 دي واجب. ليه واجب؟ لأن هي تقريبا فيها نفس الفكرة بتاعت مسألة رقم 44 اللي لسه حلنا، اللي هي كان فيها برضو مفتاح. فانت حلها واجب وحطها لي في الكومنتات، ويبقى احنا كده خلصنا ملفات التشبيكات القوانين او مجهولين او اكتر. نخش على النص التاني من الفيديو، وهي اسئلة الرسم الباين. واحدة واحدة تعالى كده نشوف ايه المسألة اللي بيقول عليها. وضعت عدة ملفات مستطيلة مختلفة المساحة، اهو فعلا هو واحدة من المتغيرات مساحة المقطع، في مجال مغناطيسي منتظم تميل عليه بزاوية اللي هي الثيتا بتساوي 30 درجة. والشكل البياني المقابل واضح العلاقة بين الفيض الكلي المار خلال الملف اللي هي الفاي ام ومساحة الملف اللي هو ايه، فتكون كثافة الفيض المغناطيسي المؤثر على جميع الملفات هي نقط. طيب اول لما بشوف مساله رسم بياني، اول حاجه ببص عليها ببص عندي على الوحدات اللي هنا، اللي هي وحدات دوليه ولا لا، وهل في 10 اس سالب او لا. هنا مفيش اي حاجه مضروبه، وكل الوحدات دوليه، هنا متر مربع وهنا ويبر، فالمساله دي هتكون مباشره ان شاء الله. تاني حاجه بعملها ان انا بكتب المعطيات بتاعتي في المسوده. يعني ايه المعطيات اللي عندي؟ مثلا هو مديني الثيتا بتساوي 30 درجه، ده المعطى الوحيد اللي عندي، فانا بكتبه هنا. وبكتب ان هو مديني في الرسمه مساحه المقطع اللي هو ايه، ومديني الفاي ام، وطالب مني البي. انا ليه بكتب بس الرموز هنا؟ علشان اجمعهم كلهم في قانون. ايه القانون اللي بيجمع ده كله؟ لو هو اول الباب التاني، لو انت فاكر كان عندنا قانون بيساوي الفاي ام بتساوي البي في الايه، في الساين ثيتا، صح كده؟ عظيم جدا. بعد ما عملت ده انا بشوف السلوب او الميل بيساوي ايه في الرسمه. السلوب بيساوي دلتا الكبير اللي فوق على المحور الصادات على دلتا اللي على محور السينات. يعني السلوب باختصار بيساوي دلتا فاي ام على دلتا ايه. بعد ما كتبت اللي ما يساويه السلوب، انا بحول هذا القانون الى الشكل بتاع السلوب. يعني ايه؟ يعني هنا بس الفاي ام، لا السلوب عندي فاي ام على دلتا ايه، فانا هقسم على الايه. لما اقسم على الايه الفاي ام على الايه، هيتبقى لي البي في الساين ثيتا. يبقى السلوب في الاخر خالص هيساوي ايه؟ البي في الساين ثيتا. بعد كده نجيب السلوب اللي هو دلتا فاي ام على دلتا ايه. هنروح حاطين النقط بتاعتنا، وليكن اهي النقطة الأشهر أكبر واحدة اللي هي 4/10 فوق، وهنا من تحت 2/10، وهنا نروح قايلين علامة 3/2، وهنا تحت علامة 1/6. هنروح كاتبينهم سوا. السلوب هيساوي 4/10 ناقص علامة 3/2 على 2/10 ناقص علامة 1/6. هيطلع لنا السلوب ب2، والاتنين دي هيساوي البي في الساين ثيتا. الساين ثيتا اللي هي ساين 30 على طول، فالبي في النص. يبقى إذا البي هنا بتساوي 4 تسلا، وهي الإجابة رقم ب. تاني اهي دي مسألة مباشرة علشان نشوف نفتكر سوا طريقة حل الرسم البياني. كنا بنعمل ايه في الرسم البياني على طول؟ كنا اول حاجة بنكتب عندنا القوانين او نكتب المسودة ونكتب الرموز اللي عندنا، بنشوف هل الرموز دي محتاجة اي تحويلات او لا في الرسم البياني. مش محتاجة تحويلات او مش بنضرب في اي حاجة. بنجيب القانون الاساسي اللي بيحل لنا المسألة، اللي هو الفاي ام بتساوي البي في الايه على في الساين ثيتا. بعد كده بنروح شايفين ما يساويه الميل بتساوي دلتا فاي ام على دلتا
ايه الدلتا فاي ام على دلتا ايه في القانون لو شقلبناها يساوي البي ساين سيتا، ده اللي متبقي معانا، فهنساويه نساوي الميل بالبي ساين سيتا. بعد كده نروح جايبين الميل بالطريقه بتاعه النقط بتاعتنا اللي هو 4 من 10 ناقص 3 علامه 3 2 على 2 من 10 ناقص علامه 1 6، فهتطلع لنا بيساوي 2 الميل، ونساويه بعد كده في البي في الساين سيتا. سيتا اللي هي 30 ساين 30 بنص، يبقى نص البي بتساوي 2، يبقى البي بتساوي 4 تسلا. مسائل الرسم بيني كلها نفس الشكل، كلها واحدة، كلها ما فيهاش أي اختلاف في أي حاجة. تعال نشوف مسألة تاني على برضو كثافة الفيض الفاي ام والإيه. بص يا زعيم، بس المسألة دي ومش مديلك نقط ومديلك الزاوية على طول من تحت، فواحدة واحدة. الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الفاي ام والذي يخترق عدة ملفات وضعت عموديا يعني الثيتا بتساوي 90 درجة. من دلوقتي يعني من الآخر هتبقى الساين بتاعتها بواحد فمش هنكتبها في القانون. في مجال مغناطيسي كثافته ب، مساحة وجه تلك الملفات ومساحة وجه تلك الملفات ايه، فإن قيمة كثافة الفيض ب تقريبا تساوي كام؟ طيب هنروح كاتبين عندنا برضو القانون بتاعنا هنا على طول اللي هو فاي ام بتساوي البي في الاي في الساين سيتا، وهنا الساين سيتا بيساوي 90، فيبقى الفاي ام بتساوي البي في الاي. طيب السلوب هنا او الميل هتساوي ايه؟ هيساوي الدلتا فاي ام زي اللي فوق بالظبط على الدلتا في المساحة اللي هي تطلع بتساوي البي، يبقى الميل هنا على طول بيساوي البي. ولما بلاقي زاوية على طول كده فبقول ان الميل هيبقى تان الزاوية دي، فتان سيتا بتساوي تان 60 اللي هي هتطلع معانا بجذر 3. ده اللي بيساويه الميل اللي هو هيساوي في الآخر البي، فالبي هتبقى عندي بجذر 3 تسلا، وهي دي الإجابة هتبقى رقم ألف. بكل بساطة وبكل سهولة وما فيهاش فزلكة كتير ولا أي حاجة خالص. بنكتب القانون، بنشوف السلوب بيساوي ايه، اللي هو بيساوي ايه في القانون هو ده اللي هيبقى مطلوب عندنا اصلا. بعد كده بجيب السلوب سواء بالتان ثيتا او سواء بالدلتا على الدلتا. جبت السلوب سويته بعد كده بالمعطى اللي عندي او بالمطلوب او باقي القانون اللي عندي، طلعت المطلوب بيساوي كام. هو ده الاساس. المسألة اللي بعد كده هناخد مسائل كتير قوي قوي نفس الشكل ونفس الطريقة ونفس البساطة. تعال نشوف الشكل البياني يمثل علاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي بي الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم. يبقى احنا في القانون اللي هو البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي، عشان بس نبقى عارفين القانون. وبقى عندنا نقطة محددة وشدة التيار، فيكون بعد تلك النقطة، شوف هو عايز ايه، هو عايز الدي سمول عن محور السلك بتساوي كام. واحدة واحدة. أول حاجة نشوف التسلا هنا فوق وهنا عندي بالأمبير، فتمام مش محتاجين نحول وحدات، ولكن هنا مضروبة في 10 أس سالب 7. هنكتبها ازاي في القانون؟ تعال نشوف هنعوض عنها ازاي. بس احنا أول حاجة كتبنا القانون بتاعنا. بعد كده لو تفتكر قلت لك اكتب السلوب بيساوي ايه. السلوب بيساوي الدلتا بي على الدلتا اي. طيب تعال نشوف هنا القانون ده لما يبقى دلتا بي على دلتا اي هيساوي ايه. هيساوي لو انا هشيل اي هخليها هنا من تحت، يعني هيساوي الميو على 2 باي دي، ده اللي بيساوي الميل. بعد كده هنجيب الميل بان احنا نكتب او نحط النقط بتاعتنا. السلوب بيساوي، نعمل شرطة كسر، دلتا بي 50 مثلا اهو، نعمل كده النقط بتاعتنا 50 و40 وهنا 5 و4. طيب هنكتبها ازاي؟ هنكتب 50 ناقص 40 من فوق على 5 ناقص 4. بس خلي بالك ان فوق البي مضروبة في 10 أس سالب 7. هنعملها هنا ازاي؟ هنروح واخدين كده ونضرب في 10 أس سالب 7 زي بالظبط ما موجودة فوق. هننزلها بعد ما قفلنا الأقواس. هتعملها على الآلة الحاسبة هتطلع لك بيساوي 10 أس سالب 6، وده اللي بيساوي الميل. طيب 10 أس سالب 6 بتساوي الميو على 2 باي في دي، نساويها بالميو على 2 باي دي. يبقى الدي بتساوي كام؟ طرفين في وسطين ببساطة شيء جدا، هيساوي الميو على 2 باي، عشان بس ما اخشش او انت مش شايف بسبب القلم ده، فدي هنا هتساوي الميو على 2 باي في 10 أس سالب 6. لما هتضربهم وهتقسمهم وهتجمعهم وهتطرحهم هتطلع لك في الآخر الدي بتساوي 2 من 10 متر. علشان أجيبها بعد كده بالسنتي هتروح ضارب في 100، هتطلع عندي الإجابة رقم ب. بس كده، بهذه السهولة وبهذه البساطة، برضو بنفس الفكرة هي كتبنا القانون الأساسي، كتبنا ما يساويه الميل الدلتا على الدلتا، ما تنساش كلمة دلتا عشان ممكن تدرس في الامتحان لو ما كتبتهاش. بعد كده رحنا كتبنا أو شقلبنا القانون بحيث إنه يساوي الميل أو الشكل ده من الميل اللي هو الميو على 2 باي دي. جبنا بعد كده السلوب بطريقة النقط، وما ننساش إن لو هنا في 10 أس سالب 7
نكتبها كمان هنا 10 أس سالب 7 بعد ما نقفل الأقواس بتاعتنا، تطلع لنا الإجابة بكذا. ده الميل، ونساويه بعد كده باللي ما يساويه الميل اللي هي الميو على 2 باي دي. هو بعد كده نشوف طالب مني إيه، هو طالب مني الدي، فرحت حاططها بس في جنب لوحدها وقلت هو الميو على 2 باي في 10 أس سالب 6. عوض طبعا عن الميو ب 4 باي في 10 أس سالب 7 على 2 باي في 10 أس سالب 6، طلعت لي ب 2 من 10 متر. 2 من 10 متر اللي هي ب 20 سنتي، وهو ده اللي هو عايزه مني في المسألة. كل مسائل الرسم البياني ان شاء الله تبقى بشكل مباشر، ما عدا نوع واحد بس بيدخلها لي في مسائل المقارنات هيجي قدام. تعال نشوف مسألة 38 اخبارها ايه. بص بقى يا زعيم، في الشكل المقابل ايه يمثل سلك مستقيم يمكن تغيير شدة التيار المار به، وبالتالي تتغير كثافة الفيض المغناطيسي عند كل من النقطتين x و y. أي من الأشكال البيانية الآتية يمثل العلاقة بين ال B وال I عند كل من النقطتين x و y. واحدة واحدة كده وركز معايا في المسألة دي. أولا x و y، إيه الاختلاف اللي ما بينهم؟ إن بعد النقطة العمودية x مثلا وليكن ب2 دي، وبعد النقطة y عن السلك مثلا وليكن بدي، أو بلاش نمثلها بأرقام، هنقول إن الدي x مسافة x أكبر من دي y. صح كده؟ عظيم جدا. تعال نشوف ما يمثله الميل في كل واحدة من دول. نكتب في الأول القانون، هو دي على فكرة تعتبر علاقة رسم بياني ومسألة علاقات في نفس الوقت. فنكتب القانون، البي بتساوي الميو اهو، نمسح كده من الاول، نكتب البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي. طيب نكتب بعد كده السلوب، نفس الخطوات هي بالملي، هيساوي دلتا بي على دلتا اي، نفس المسألة اللي فوق. طيب الاي هنروح مشاطبينها من هنا ونروح حاطينها هنا كده، فيبقى السلوب بيساوي الميو على 2 باي دي. ونعمل بعد كده علاقات طردية أو علاقة عكسية ما بين السلوب ما بين الدي. صح كده؟ الدي تحت في المقام والسلوب فوق، فيبقى علاقة عكسية مع الدي. يعني إيه علاقة عكسية مع الدي؟ يعني الدي كل ما زادت السلوب هيقل. طيب يعني إيه السلوب زايد؟ الواي هنا أو المسألة دي الشكل ده العمود ده السلوب بتاعه أكبر ولا ده؟ بالنسبة لك طبعا اللي فوق الميل بتاعه هيبقى أكبر، اللي فوق الميل بتاعه هيبقى أكبر. طيب احنا عايزين دلوقتي نشوف بالنسبة لدي، الأكبر في الدي أكبرهم في بعد العمودي أقلهم في السلوب. فمين اللي أكبرهم في الدي؟ أكبرهم في الدي كانت الدي إكس، يبقى إذا السلوب بتاع إكس أكبر ولا بتاع واي؟ أكبر من ولا أقل من واي؟ أقل من واي. يبقى لازم السلك واي هو اللي هيبقى فوق عشان يبقى السلوب بتاعه أكبر، فتبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ب. امسح لك الأشكال أهو علشان بس إيه توضح كده الدنيا. السلوب بتاع النقطة واي أكبر من السلوب بتاع النقطة إكس، يبقى لازم تكون البعد العمودي، بما إننا إحنا عملنا علاقة عكسية، يبقى البعد العمودي بتاع إكس أكبر من البعد العمودي بتاع واي. وهو ده فعلا اللي موجود، اللي إحنا طلعناه من فوق، دي إكس أكبر من دي واي، تبقى الإجابة رقم ب. بكل بساطة نفس تقريبا الفكرة، نفس فكرة الاسلوب، نفس فكرة كل حاجة. كتبنا القانون، عوضنا، جبنا كل اللي احنا عايزين. مسألة 39 تقريبا نفس الفكرة، بس تعالى نشوف ايه الفكرة بتاعت واحد على دي. تعالى نشوفها. بص يا باشا، هنقول عندنا برضه هو ثلاث أسلاك اكس وواي وزد، تقريبا نفس الفكرة اللي فوق، يمر بهم نفس شدة التيار اي اكس بتساوي اي واي بتساوي اي زد. أيهما وضع في وسط معامل نفاذيته أكبر؟ الميو. تعال نكتب القانون يا باشا ونشوف. البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي. صح كده؟ عظيم جدا. بعد ما عملنا الحركة دي نكتب السلوب. السلوب هيساوي دلتا بي على دلتا، ايه اللي عندك هنا؟ 1 على دي. بص بقى يا زعيم، انا مش هغير السلوب، السلوب شكله كده، ولكن انا عارف ان لو بي على 1 على دي يعني هتساوي البي في الدي. صح كده؟ عظيم. ايه اللي متبقي لك في القانون هنا بعد ما شلت الدي وضربتها في البي هنا؟ هيتبقى لك الميو في الاي على الاتنين في الباي. ده ما يساويه الميل، ولكن انا لما هاجي اعمل الاسلوب هكتب دلتا باي على دلتا 1 على دي، ما تغيرش الشكل اللي هو مديهولك في الرسم البياني. طيب هو قال لي نفس شدة التيار، بس معامل النفاذية واضح ان هو مختلف، لانه بيقول لي انهي وسط معامل نفاذيته اكبر. طيب الاسلوب بيتناسب عكسيا ولا طرديا مع معامل النفاذية؟ بيتناسب طرديا مع معامل النفاذية. اهو ادي الاسلوب اهو، وادي الميو في الاي، ادي الميو من فوق والاسلوب من فوق، فاذا الاسلوب بيتناسب طرديا. يعني اكبرهم في الميل
اكبرهم في معامل النفاذيه. ومين هنا اكبرهم في الميل؟ زي ما قلنا اكبرهم في الميل السلك اكس. فيبقى انهي الاجابه الصح في رقم 39؟ الاجابه الف، في السلك اكس. بس كده بكل بساطه جبت العلاقه بين الاسلوب وبين الام بعد ما سويت اللي ما يساويه الميل بالميل. هنا طردي، هنا كانت العلاقة عكسية فرحنا عكسنا، جبنا السلك واي هو اللي أقل في الدي. أما تحت هنا الميو علاقة طردية، فالسلك إكس كانت المعاملة النفاذية بتاعته أكبر أو الميل بتاعه أكبر، يبقى معاملة نفاذية السلك إكس أكبر من السلك واي أكبر من السلك زد. بس كده. السؤال اللي بعده سؤال رقم 40 بيقول لي ايه؟ رسم بيان مقابل يوضح العلاقه بين كثافه الفيض المؤثره على سلك مستقيم عند نقطه على بعد دي من السلك وقيم مختلفه شده التيار من الرسم في ان قيمه دي بتساوي كذا، علما بان الباي بتساوي كذا. المساله دي يا باشا بالنسبه لك واجب. عايزك بقى تشوف لي تطبق لي القانون بقى بتاع السلوب والرسم البياني والقانون وتساويه بالقانون، وما تنساش ان انا في 10 اس سالب 7. كل ده ايه معاك؟ فانت خد كده سكرين شوت من المسألة وحلها لي يلا، وقول لي الواجب بتاعك او بتساوي كام في الكومنتات. المسألة اللي بعد كده بيقول لك الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري، خلي بالك هنغير القوانين، يتكون من 350 لفة اللي هي ال n بتساوي كذا، شدة التيار المار فيه بكذا. فإن قطر، ركز في الكلام، هو عايز ايه؟ هو عايز 2 ار من الملف الدائري بيساوي كام؟ ولا تجزع ولا تتردد ولا تختل ولا اي حاجه. هنكتب يا باشا المعطيات اللي قدامنا. هو مديني على الرسم البياني ايه؟ مديني البي ومديني الاي. قال لك الان بتساوي 350 لفه، وبعد كده قال لك يا باشا انا عايز ال2 ار بتساوي كام. طيب ايه يا باشا القانون اللي كان بيجمع لي الكلام ده كله؟ البي دائري بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. واحدة واحدة يا زعيم. بعد ما كتبنا القانون بتاعنا هنروح كاتبين الاسلوب بيساوي ايه. الاسلوب هنا بيساوي في الحالة دي دلتا بي على دلتا اي. هنطلع فوق هنشوف من القانون ايه اللي بيساويه دلتا بي على دلتا اي، هنشطب الاي يعني هيساوي القانون هيساوي عندي الميو في الان على 2 في الار. طيب نكمل بعد كده نجيب الاسلوب. الاسلوب يا باشا هيساوي دلتا بي. لما هنطلع فوق كده هنا نروح واخدين النقطتين اللي هي 8 و8 من 10 ناقص 6 و6 من 10 على 8 ناقص 6. هنكتب 8 و8 من 10 ناقص 6 علامة 6 من 10 على 8 ناقص 6. ولكن خلي بالك ما تقعش، هنا البي في 10 أس سالب 3 تسلا، هنا الاي بالأمبير مش محتاجة أي تحويلات، يبقى هنعمل هنا قوس ونضرب في 10 أس سالب 3 هتساوي عندك 1 علامة 1 في 10 أس سالب 3، وده اللي بيساوي السلوب. هنساوي السلوب بالميو في الان على الاتنين في الار. طيب الميو في الان يبقى الاتنين ار على طول هتساوي، نفتح نمد شرطة كسر، الميو في الان اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 في الان اللي هو 350 لفة على السلوب اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 1 في 10 أس سالب 3. تمام. هيساوي كام بعد كده؟ تعالى نحسبها بالآلة الحاسبة. هتطلع معانا تقريبا بتساوي 4 من 10 متر، وده الاتنين ار. انا هو جايبها بدلالة 2 ار عشان هو طالب القطر، فالقطر بيساوي 4 من 10 متر. لو ضربتها في 10 هتطلع معايا بتساوي 40 سنتي، وهي الإجابة رقم د، وهي دي الإجابة الصح. نفس الطريقة هي بنكرر فيها بنكرر فيها بنكرر فيها. المسألة اللي بعد كده يلا يا باشتنا، نمسح بس دي هنا كده عشان ايه جايه معايا. بص يا باشا، شكل مقابلات علاقه بين بشده التيار المار في ملف دائري، برضو احنا لسه في الدائري، مكون من لفه واحده. هنا ال n بتساوي 1. كثافه الفيض بي، فان قيمه كثافه الفيض في الملف الدائري عندما تكون شده التيار بتساوي 2.5 امبير هي نقط تسلا. حلو قوي. ده هنا سؤال سالني هو عايز التيار لو ب2.5. طيب هل انا عندي خطوط واضحه اقدر اجيب التسلا بكام؟ لا. يبقى تعالى نمشي المساله بتاعتنا عادي جدا ولا كأن في اي حاجه خالص. نكتب المعطيات بتاعتنا في المسود اهو، ادي المسود ده بتاعتنا، ونكتب يا باشا هو مديني اول حاجه ملف دائري بيتكون من لفه واحده، بيقول لي ان البي عندي وبيقول لي ان الاي عندي. تمام كده. تمام. وهو بيقول لي عايز كثافه الفيض لما الاي تبقى بيساوي 2.5 تسلا. واحده واحده. بص يا زعيم هنقول ايه؟ هنقول السلوب بيساوي، طبعا احنا نسينا نكتب القانون فنكتب القانون يا باشا بتاعتنا، البي دائري بيساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. فواحدة واحدة نكتب كده القانون. السلوب بيساوي الدلتا بي على الدلتا اي. مظبوط. مظبوط جدا.
فنشوف يا باشا الدلتا بي عندنا على الدلتا اي. البي عندنا من فوق هنا نختار ال 16 مثلا، ونختار ال 8، ونختار هنا تحت ال 4، ونختار هنا ال 2. هنا الاي بالامبير مش محتاجه اي حاجه. هنا البي بتساوي مضروبه في باي في 10 اس سالب 6. فتعالى نكتب بعد كده، نختار السلوب بيساوي دلتا بي. احنا اخترنا من فوق 16 و8 ومن تحت 4 و2، فنكتب كده هنا 16 ناقص 8 في باي في 10 اس سالب 6 تقريبا، نتأكد. تمام. على الأربعة ناقص الاتنين، هتطلع علينا بيساوي 8 على الاتنين، يعني هتطلع عندنا بأربعة باي في 10 أس سالب 6. ده السلوب. طيب السلوب عندنا كان بيساوي ايه؟ بيساوي الميو في الان على 2 في الار. تعال نجيب السلوب. السلوب اهو، اللي هو هيساوي 4 باي في 10 أس سالب 6 بيساوي الميو في الان على 2 في الار. طيب انا عايز اجيب الاتنين ار، بما ان الان عندي والميو عندي، فالاتنين ار هيساوي الميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 على السلوب اللي هو 4 باي في 10 أس سالب 6. هيطلع عند الاتنين ار هيساوي 1/10 متر. تمام. هو عايز بعد كده لما تبقى الاي ب2.5، انا جبت هنا الاتنين ار بتساوي 1/10 متر. عايز التسلا عايز البي بتساوي كام؟ طيب ما انا عارف القانون عادي خالص. البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. صح كده؟ صح جدا. طيب انا عايز البي بتساوي كام، وهو مديني الاي، مديني الان، مديني الميو، مديني الاتنين ار انا مطلعها. يبقى هعوض يا باشا في المساله تعويض مباشر، ما فيهوش اي مشكله خالص. وهتطلع عندي الاجابه بعد كده تبقى رقم د اللي هي 10 اس سالب 5 باي. تعويض مباشر اهو. الميو عندي، الان عندي، الاي عندي، الاتنين ار عندي. بس انت بس هنا عشان هو عايز بدلاله باي، فانت مش هتضرب في الباي، يعني هتخلي الباي زي ما هي. يعني هتقول من الآخر 4 في 10 أس سالب 7 في إن اللي هو عدد اللفات اللي هو بيساوي 1 في الآي هو مدالك ب2.5 على الاتنين ار ب1/10، تطلع لك بواحد في 10 أس سالب 5 اللي هي باي في 10 أس سالب 5 أو 10 أس سالب 5 باي، اللي هي الإجابة رقم د. هو عايز متوسط قطر الملف الدائري. متوسط قطر يعني 2 ار، واحنا طلعنا الاتنين ار عندك ب 1/10 متر. 1/10 متر لما تضربها في 2 هتطلع لك ب10 سم، وهي الإجابة رقم ب، وهي دي الإجابة الصح. هنا ممكن احلها بطريقه تاني، ولكن الطريقه دي امن. ليه امن؟ علشان انت هنا 2.5 مش عارف لو طلعت بكذا طب هتبقى هنا البي بكام. في طريقه تاني للحل، تعالى ايه اقول لك عليها. احنا جبنا السلوب يساوي 4 باي في 10 اس سالب 6. صح كده؟ صح جدا. طيب لو انا رحت جايب اللي هي ال8 باي، ال8 هنا النقطه بتاعت 16 مثلا، والنقطه اللي فيها 4 هنكتبها هنا كده. نقطه اللي هي 16 ناقص البي اللي هي اللي مجهوله، مضروبه كلها في باي في 10 أس سالب 6 على الآي عندي اللي هي 4 ناقص 2.5. لما هتعوض في العلاقة دي كده هتلاقي في الآخر البي طلعت لك، ولكن دي فيها جمع وطرح وضرب وقسمة و فشكل شوية ممكن إنه يبقى صعب بالنسبة لك. فأنا رحت اختصرت لك الكلام ده كله، ورحت خليتك تجيب الاتنين ار، وبعد كده عوضنا في القانون بتاع كثافة الفيض عادي خالص اللي عند الملف دائري بالدلالة بتاعة الان، الاي، الار، كل ده عندنا. فعوضت على طول تعويض مباشر وطلعت لي في الآخر الإجابة. ولكن عايز تشتغل بالشكل ده هتطلع لك الإجابة طبعا مظبوطة 100%، مفيهاش أي مشكلة خالص. المسألة اللي بعد كده، الشكل البياني يمثل علاقة بين كثافة الفيض اللي هي بي عند نقطة عند منتصف ملف لولبي. دخلنا في الملف اللولبي. القانون بتاع الملف اللولبي الميو في الان في الاي على ال. طبعا هنا البي كثافة الفيض بتساوي، تعال نشوف على محور شدة التيار. وهنا خلي بالك البي مضروبة في 10 أس سالب 4، وهنا الاي بالامبير عادي خالص. فين عدد اللفات للمتر الواحد بيساوي كام؟ عدد اللفات للمتر الواحد القانون اللي هي كانت بتمثل ان سمول. الان سمول عندي كانت بتساوي الان كابيتال على ال على طول المحور. فكنا بنعوض عنها او بنخلي القانون بعد كده بيساوي الميو في الان سمول في ال، ده هو اللي بيساوي البي. فده القانون اللي هنشتغل بيه لان هو عايز الان. طيب واحدة واحدة يا سيدي. هو بيديني البي مديني الاي، فاذا هنا البي خلي بالك مضروبة في 10 أس سالب 4، يبقى اذا السلوب بيساوي دلتا بي هنا اي، ايوه، ميو في ان سمول
ميو في ان سمول في اي، ده اللي بيساوي البي. فالسلوب هنا هيساوي الدلتا بي على دلتا اي، هتساوي عندك لو شطبنا الاي هتساوي الميو في الان سمول. يبقى دي مسألة مباشرة مباشرة مباشرة. هنجيب النقط 16 و12 ونقط هنا 4 و3، فهنروح قايلين ان السلوب بقى هيساوي دلتا بي اللي هي 16 ناقص 12، بس خلي بالك كانت مضروبة في 10 أس سالب، أهو من فوق كانت مضروبة في 10 أس سالب 4، ما تنساش دي، على 4 ناقص 3، هتطلع علينا بيساوي 4 في 10 أس سالب 4. ده السلوب. السلوب ده يا باشا هيساوي الميو في الان سمول. يبقى إذا الان سمول هتساوي 4 في 10 أس سالب 4 على الميو اللي هي ب4 باي في 10 أس سالب 7 في 10 أس سالب 7، هتساوي في الآخر 3.18 لفة لكل متر، وهي الإجابة رقم ج. بعد ما عوضت تعويض مباشر مفيش أي مشكلة. هنيجي بعد كده عندك 188 تقريبا هي نفس المسألة. هتطلع عندك الإجابة ألف اللي هي 3.18 لفة لكل متر، هي تاني متكررة اهو بشكل تاني في كتاب تاني. فإذا أنا كده خلصت مسائل الباب التاني. أنهي مسائل بالظبط؟ اللي هي المجهولين اللي هي قانونين أو أكتر أو تشبيكة القوانين وأسئلة الرسم البياني. الفيديو الجاي استنوني مع مسائل المقارنات. طولت عليكم الفيديو ده معلش، ولكن الفيديوهات دي ساعة هتخليك تخلص الباب التاني بكل أنواع مسائله بكل أفكاره مرة واحدة، من غير ما تحتاج إنك تقعد تذاكر كل الدروس تاني وتذاكر كل المسائل وتحل كل المسائل. لا، انا بحلل لك المسائل بشكل منظم، بحيث انك لو انت مثلا مش فاكر تشبيكة القوانين بتاعة الباب التاني هتروح فاتح المسائل وتروح حللها بتاعة الفيديو ده. مثلا مش فاكر التعويض المباشر وعايز تراجع القوانين تاني هتروح مراجع الفيديو رقم 1. عايز تفتكر مثلا محصلة الفيض عند نقطة بين سلكين، أو عايز تفتكر نقطة التعادل، فأنت هتلاقيها في فيديو مخصص ليه. عايز تفتكر الاتجاهات اللي هي مثلا قاعدة أمبير اليد اليمنى، قاعدة عقارب الساعة، قاعدة البريمة اليمنى الماكسويل، تتفرج على الفيديو بتاعه وخلاص. فهي دي ميزة السلسلة اللي احنا عاملينها، انك لو انت ضعيف في نوع معين من المسائل في باب معين، بدل ما تاخد تراجع الباب كله وتحاول تفتكر النوع ده بس من المسائل في وسط مسائل كتير، لا انا مجمع لك المسائل كلها اللي على النوع ده في الباب، مجمع لك مراجعة للباب، تقدر تخش تختار النوع ده من المسائل تخلصه، ويبقى انت كده خلصت المسائل اللي واقع فيها. او لو انت بتحاول تراجع من الاول خالص، فانت هتاخد الباب ده على بعضه من الاول خالص كده، تخلص مراجعته وتظبطه كويس جدا. زي ما قلنا مقسمينه الاجزاء: كثافه الفيض المغناطيسي، بعد كده القوه وعزم الازدواج، بعد كده اجهزه القياس الكهربي. ان شاء الله كل سلسله فيهم او كل جزء فيهم هياخد من 5 6 فيديوهات، هحاول ما اكترش عن كده، بحيث انك يبقى ماكسيمم 5 ساعات بكل مسائل الباب بكل افكار الباب انت اتفرجت عليها في كل جزء منهم. ويبقى كده ان شاء الله معاك ضامن الباب ده في اخر السنه. شكرا، كنت معاكم دكتور فادي. اتشرفت جدا بيكم. لو عجبكم المحتوى طبعا ما تنسوش اللايك والشير والكومنت عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.